أزول في اليوم، أزول ولن أزول، والعقلية العربانية ستزول، وكل الذين وضعوا أيديهم على تمزغها سيزولون. وبالله ثم مطلب ملح جدا نحب نوجهه إلى سكان تمازرت وتوجوت وكل القرى الأمازيغية. هم أزالوا العلم، نحاول العلم من الساحة. علاش ما ترفعوش الناس بكل الأعلام فوق منازلكم؟ ارفعوا العلم الأمازيغي فوق منازلكم، وإلا برمشوا يعملوا وقفة احتجاجية قدام المعتمدية، هزوا الضراب والأمازيغي. شنو الخوف هذا؟ ثماش حتى خوف. راهو هذاك العلم متاع أمة عمرها آلاف السنوات. الناس هذية لازم تكون عندها الجرأة في الدفاع على قضيتها الحقيقية. ثم أعلام أنا شفتها في تونس، أعلام تاع الدول الآسيوية مرفوعة في المظاهرات وغيره. هذا علم الهوية الحقيقي الذي يجب أن يكون قبل كل الأعلام. واضح؟ نريد أن نقول لهؤلاء في تونس وإلى معتمد مطماطة والكاتب العام تاع البلدية مطماطة اللي أزالوا العلم الأمازيغي من ساحة تمازرت، أنه هذا لن يمر بسهولة، وسنفضحكم وسنكشفكم لكل العالم. في النهاية نحب نوجه تحية شكر ومباركة كبيرة جدا لإعلان قيام دولة القبائل في الأيام القليلة الفارطة، ونهنئهم بهذه الدولة الجديدة الفتية التي أعلنت انفصالها عن المشروع التعريبي في دولة الكابرانات وانهاء ارتباطها بتلك المشاريع العربانية المتخلفة والمرتبطة بعسكر باع بلده واستولى على مقدراته وعلى مقدرات الشعب ليستفرد بها. كل تهانينا وكل التباريك لهؤلاء الأحرار، ونقول لهم نحن في حزب أكال إننا ندعم استقلالكم، وسنتوجه لكم برسالة تهنئة رسمية، وربما سنوفد وفد من حزب أكال ليزور القيادة السياسية لدولة القبائل في المهجر، ونقول لهم أيضا أنتم إخوتنا ونحن إخوانكم في الدم، في التاريخ، في الجغرافيا وفي الحضارة، وسنكون معا في المصير. وأخيرا اصمدوا، فإن القضية الأمازيغية أكبر من أن يخذلها متخاذل. تنمية.